جماعة نركن بقى موضوع الريتش والضجة الإعلامية اللي حصلت طبعا بانضمام أحمد السيد زيزو لنادي القرن وأعظم نادي في الكون. نركن الكلام ده كله على جنب. أنا عايز أقول كلمتين فني في السريع. أحمد السيد زيزو 70% أو 75% من قوة الزمالك، فالزمالك كده افتقد 75 من قوته، وشفنا كده قدام بيراميدز. يعني الزمالك لا حول ولا قوة إلا بالله خالص. يعني لولا بيراميدز بيلعب بدون دوافع، خد بطولة أفريقيا منتشي هو والزمالك بالحب بمعنى أصح. الموضوع مش يعني مش هيبقى قصاد الأهلي. طبعا لما بيبقى قصاد الأهلي بيبقى الموضوع مختلف. المهم يعني عشان ما نختلفش، قصدي عشان ما نسقش المواضيع أخرى، أنا بتكلم في كلمتين فنيين. انت فقدت غريمك، وهيفضل الغريم التقليدي هو النادي الزمالك. بيراميدز حالة، بيراميدز حالة، وممكن يبقى فعلا منافس قوي في السنين اللي جاية لو فضل بنفس الاستمرارية دي. بس هيفضل منافسك التقليدي الزمالك، بعيدا عن التقليل والروشنة والتحفيل. لا، نادي الزمالك فريق عريق، فريق ليه قرص، فريق ليه تاريخ، فريق ليه مش حالة، مش 3 4 سنين لسه طالع. فاهمني؟ مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز، بس الزمالك هيفضل الغريم التقليدي للنادي الأهلي. هو اللي عارف اللي هيدبدب ورا النادي الأهلي لأنه عنده جماهير. بيراميدز مهما يدبدب في النادي الأهلي، جماهيره نادي الزمالك المتعاطفة طبعا، وأكيد مش كل طبعا جماهير الزمالك. فخلاصة الكلام، انت فقدت غريمك التقليدي، القرص والتاريخ اللي دايما بينافسك، واللي دايما معاك، اللي هو بيدبدب وراك. فقدته 75% من قوته. شوف بقى القوة دي لما تزيد في النادي الأهلي. طبعا القوة دي بتزيد في النادي الأهلي لو هتكلمني تكتيك بقى وفنيات من ضمن المنظومة. زيزو من ضمن ناس كتيرة قوي ليها تأثير في الفريق، مش في الزمالك. الزمالك بيلعب دايما في سنينه الطويلة بيلعب على النجم الأوحد، على اللقطة، على الكوبري، هو فريق ذواق بالكلام ده. يعني حتى جماهيره بتستمتع بالكلام ده. يعني شيكابالا ممكن ما يجيبش بطولات ولا أي حاجة، بس هم مخلينه في حتة تانية. فاهمني؟ مش عايزين نتطرق يعني في الموضوع. فيعني في ملخص الرغي اللي انا بقوله في السريع ده، فني، انت فقدت نادي الزمالك 75% من قوته الهجومية حقيقي. يعني انا كولر تقريبا كان بيغير خطة كاملة عشان يوقف زيزو. انت متخيل؟ طبعا افورة من كولر ساعات في بعض الاحيان، بس يعني انا بفهمك بس قوة نادي الزمالك كان المدربين اللي في الاهلي بيشوفوها عاملين ازاي. فانا حقيقي يعني ان شاء الله يبقى موفق مع النادي الاهلي، ويبقى في فورمة عالية باذن الله، ويساعد النادي الاهلي ويظهر بشكل كويس في كاس العالم. وباذن الله باذن الله باذن الله بطولة تبقى مشرفة لينا كنادي اهلي في مراكز متقدمة باذن الله، يعني ان شاء الله. السلام عليكم.